هاد السيده في العمر ديالها 46 سنه خلات الزوج ديالها حتى ناس وهي تفيق فيقات 3 ديال وليداتها. البنيته عندها 6 سنين والثاني عنده 4 سنين والاخر عنده يلاه 4 شهور. تخيلوا معايا هاد السيده الله يكون في العوان بصراحه. هاد الحاله ما غادي نتمناوها حتى لشي واحد. شدات دوك 3 ديال الدراري ولاحتهم من السرجم من الطابق الثالث ومن بعد لاحت راسها. واحد الوقيته الزوج ديالها كيفيق وحس بان كاينه شي حاجه. شاف هذاك السرجم محلول ويطل ويلقى الكارثه. هبط كيجري يشوف شنو واقع. اتصل بالاسعافات. الوقيته اللي جاو الاسعافات اللي الله عطاه الام مشات عند الله والوليدات مول 4 سنين ومول 4 شهور داو البنيته اللي في العمر ديالها 6 سنين المستشفى في حاله خطيره. تخيلوا معايا هذا الواقع اللي كيوقع حسب التحقيق وحسب الاستفسارات ان هاد السيده كانت كتعاني من الاكتئاب ما بعد الولاده. كيكونوا شي علامات الانسان ما يترددش يدير اناليخت لان النتائج كتوقع بحال هكا. مرض كيوقع لبزاف ديال النساء من بعد الولاده وهادشي راه ولينا كنشوفوه بكثره. الله يحفظ الله يدير سوي ديال الخير. قولوا لي شنو الراي ديالكم نتوما في التعليق في هذه المأساة. تخيلوا معايا انها بغات ترمي راسها ولكن ما بغاتش تخلي ولادها موراها. يعني شنو السر من مور هذا الشيء كله؟ شنو اللي كيوصل بعض السيدات الاكتئاب ما بعد الولاده؟ وهذا الشيء تصابت به من بعد الولاده الاخيره ديال هذاك البيبي ديال 4 شهور. شي حاجه فعلا اللي كتألم. لا حول ولا قوه الا بالله. وقولوا لي شنو الراي ديالكم في التعليق.